في يوم من الأيام كان في أسد ماشي في الغابة، وعمال يبص شمال ويمين ويتفقد الرعية، وكان يعني بيقول يا أرض تهجم عليكي أدي. وهو ماشي انتبه إن في ظل ماشي وراه، وبعدين راح لافف راسه كده وسأله انت مين وعايز ايه؟ قال له انا ملك الموت، هجيلك بعد 3 ايام الساعة 5 مساء، فلازم تكون مستعد للقاء ده. وبعدين اللي حصل انه الاسد خاف واتفزع. ازاي؟ ما ينفعش، طب اديني وقت شوية، طب مش عارفة ايه، طب خليني بس انا عندي حاجة عايز اعملها. قال له هو ده. المهم جمع كل الحكماء بتوع الغابة وسألهم، قال لهم حصل لي كذا كذا كذا، تفتكروا اعمل ايه؟ رد القرد الحكيم وقال خلاص انا لو منك اطلع بره الغابة بتاعتي دي خالص، وامشي امشي 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 بعيد 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 وهو مش هيجيلي. قال له فكرة كويس. المهم فعلا الاسد خد بعضه وقعد يجري 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 يجري، طلع من مملكته وطلع من كل حاجة، وراح بعيد خالص ل3 ايام تقريبا. ولما جه وقت المغرب قعد يبص شمال ويمين شمال ويمين، ما لقاش حد، انبسط قوي. قال الحمد لله يا رب، الحمد لله، ده انا الظاهر كان بيستهيألي. المهم وهو بيكلم نفسه لقى حد خبط على ظهره وقال له ايه؟ قال له طب يلا ده الوقت، انا كنت مستنيك وكنت عارف ان انت هتيجي هنا، فلازم دلوقتي وقت الوفاة. وبالفعل مات. اللي انا عايزه اقوله لكم من القصه دي ان كلنا، كل البشر، كل المخلوقات مهما كانت على هذه الارض لازم هيجي لها يوم وهتنتقل للعالم الاخر. اللي بيفنى هو الجسد، ولكن النفس لا تفنى، نفسك لا تفنى، ولكن اللي بيفضل هو روحك ونفسك. روحك اللي كانت مسؤولة انها ترشدك في طريقك، ونفسك اللي عكست روحك وما رجتش تعمل اللي ربنا امره. الموت ده راحة كبيرة 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 فوق ما بتتخيله. تخيل لو انت عايش العمر كله وما بتموتش، ويجي لك ناس ويعدي عليك ناس ويموت ناس ويعيش ناس وانت لسه عايش وقاعد. فمن رحمة ربنا انه خلق لنا الموت. علشان كده حاول تستمتع بكل اللي ربنا اداهولك، واشكر ربنا عليه، لان انت ما تعرفش امتى الظل هيجيلك وامتى رسالتك في الحياة دي هتنتهي. اتمنى لكم كل السعادة. انا دينا اللوسي، باي باي.